في كربلاء قد حان البلاء، سبيت النساء وقتلوا الرجال، وسحقت الأطفال وترملت النساء. ماذا جرى في تلك الأرض التي قد أصبحت بحرا للدماء؟ وما هي تلك الجريمة التي انتهكت حرمة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين؟ كأني بلسان سيدتي زينب تلك الليلة ذهبت إلى نهر العلقمي وتخاطب أخيها قمر العشيرة، تقول لعباس زينب ما هي زينب يا ابن أبوي؟ يا ابن أبوي شوف عيوني ما ظل فيها ماي، ويتشلشل الليل وبقت روحي وإجيت جيت اشوف انك اثر صوت بقفاي ويا تشلشل الليل تشلشل الليل وبقت روحي وجيت اشوف انك اثر صوت بقفاي وجيت مستحيا وطحت يمك دخيل الذبح نحر حسين ظل يركض وراي ويا جيت مستحيا وطحت يمك دخيل الذبح نحر حسين ظل يركض وراي خويا جيتك اركض ركضة المقتول ابوه زينب خويا ما ظل عذاب خويا جيتك اركض ركضة المقتول ابوه زينب خويا ما ظل عدها جروا عبينه وتحشمنا شبك وقمت اغطب وجهي من قد مستحى ويا قمت الله جروا عبينا وتحشمنا شبك قمت اغطب وجهي من قد ويا جيتك امشي بليله دورك بالطفوف الهوى خنق والعطش يبس لهاي سان الظهر زينب والحسين بعد ياهو يسندني خادم هاي سان الظهر زينب والحسين ياهو يسندني بعد جاوبني هاي هيك واسمع بشر زينب انا اخوك وداحتك عازتك عاز ارجع وياي ابيا شرح تنطق مرق بال الغريب تنطق مرق بال الغريب تلوذ وحده بظهر وحده ويحتمن عم احنا علويات جينا بعز دلال ترضاها يا العباس باكر ينسبن ترضاها يا العباس عباس شو اسمع شو تقول له عباس ترجع له افز ام البنين عباس ترجع له افز ام البنين عباس ترجع له افز ام الحسن ترى قلهن من نخيته شو تقول ترى قلهن من نخيته ما فزع عافنا وخلانا نعيش بلا وطن عباس ترجع له افز ام البنين عباس ترجع له افز ام الحسن ترى قلهن من نخيته ما فزع عافنا وخلانا نعيش بلا وطن صار درب العلق ومش بعداته صار درب العلق ومش بعداته صار رجلي من الخوف قوه يوجدن اردش العخدود ويهمن اللطم زين بتقول عمي ويلا اردش العخدود ويهمن اللطم من سمعت جفوفك يتقطعن اخوتها زينب رد زينب جبت جفوفك يا العباس زينب رد زينب جبت جفوفك يا العباس جبت جفوفك يا العباس